هو صحيح عملية زراعة الشعر بتاخد وقت طويل؟ وإيه هي خطوات العملية؟ الحقيقة إن عملية زراعة الشعر من الإجراءات الطبية اللي فعلا ممكن تاخد وقت، لكن أهم ميزة فيها إنها بتتم بتخدير موضعي. يعني وإنت بتزرع شعر بتكون بتتكلم معانا، بتتفرج على التلفزيون، بتشرب عصير، عادي جدا. الموضوع بيعتبر بسيط. أول خطوة بنعملها تحديد خط الجبهة وبداية خط الشعر، وده بيكون مع نهاية عضلة الجبهة علشان يبان شعرك طبيعي، وتحديد المنطقة اللي فيها الصلع. تاني خطوة هي تحديد المنطقة المنح، ودي المنطقة اللي بناخد منها البصيلات عشان نزرع في منطقة الصلع. والمنطقة المنحة بتختلف من شخص للتاني بناء على مساحتها وكثافة البصيلات فيها. تالت خطوة حقن المنطقة المنحة بمخدر موضعي. الخطوة الرابعة هي البدء بمرحلة الاقتطاف بتقنية ال FUE، ودي التقنية الأفضل عالميا لأنها بتحافظ على جودة البصيلات المزروعة بدون الضرر بالمنطقة المنحة. الخطوة الخامسة حقن المنطقة المستقبلة للبصيلات بالمخدر موضعي. الخطوة السادسة هو تفتيح القنوات اللي بيتم فيها الزراعة من خلال أقلام سفاير، ودي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية في خطوات الزراعة اللي بتحقق لنا النتائج المضمونة. الخطوة السابعة هو زرع البصيلات وتوزيع الكثافات في المنطقة المستقبلة. مدة العملية ممكن تتراوح من 6 ل 8 ساعات، والوقت ده ما بتحسش بيه لأن زي ما وضحنا نمارس بعض الأنشطة خلاله بشكل طبيعي.